السلام عليكم الاخوان، معنا اليوم في واحد قصه جديده وعبره جديده. وبداو القصه ديالنا نيشان بلا ما نطولوا في الموضوع. في واحد المدينه صغيره كان واحد الشاب سميتو ياسين، عنده 22 عام. كان شاب طيب كيحلم يبني حياته ويكون مستقبل ديالو زوين، ولكن نقطة الضعف ديالو كانت الاندفاع والثقه الزايده في الناس. نهار بعد نهار تدازوا ايام، هو جالس كيقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، لقى واحد الحساب ديال واحد البنت، الصور ديالها زوينين، بعض الصور كتضحك. المهم خطفت الانظار ديالو، بدا صيفط لها بعدا وبدا كيدوي معاها. كل مرات كيهضروا شويه، دازت وقت طويله وما كيهضروا على داك الحال، حتى حس براسو انه ولا معجب بيها. كتجاوب بطريقه ناضجه، كتكلم بحال شي وحده كبيره في العمر، وهو ما ترددش وبدا كيحس براسو قريب منها. ايام دازت بسرعه، ولات العلاقه اقوى، ولات العلاقه ديالهم قويه. ياسين بدا كيتخيل المستقبل ديالو معاها، وكيقول فراسو علاش لا، يمكن تكون هذه بنت اللي غادي نكمل معاها حياتي. ولكن الحقيقه كانت صادقه، قالت ليه بلي العمر ديالها الحقيقي هو 16 عام فقط. تجمد الدم في العروق ديالو، ما صدقش، قلبه بدا كيدق بسرعه. شنو، انا مع قصير؟ ولكن رغم هاد الصدمه ما عرفش كيفاش يحبس داكشي. قال فراسو هي اللي باغاني وانا باغيها، يمكن ما كاين حتى شي مشكل. من بعد بداو كيتلاقاو بزاف، وبداو في اللقاءات السريه، مكالمات طويله في الليل، تصرفات كلها مخاطره. ياسين ما كانش عارف باللي انه كيمشي بخطوات الهويه، انه غادي يخرج على راسو. ما دوزوش شهور بزاف، حتى واحد النهار جاو رجال الامن للدار. الموضوع تفضح، الشكايات رفعت عليه، والعائله ديال البنت قلبت الدنيا عليه. تلقى راسو وسط محكمه بين القاضي والمحامي والناس اللي كيهضروا عليه وكانه مجرم. حياته كلها تقلبت، الاحلام ديالو تكسرت، العائله ديالو انكسرت، وحتى البنت بقات مصدومه نفسيا من التجربه اللي كبر من العمر ديالها. وندخلوا دابا اخوتي في التفاصيل ديال هاد القصه. في الاول العلاقه كانت غير كلام على مواقع التواصل الاجتماعي، ميساجات، ولكن مع الوقت ولات مكالمات فيديو، مواعيد سريه. ياسين بحسن النيه ما كانش عارف بلي هاد الشيء هذا اللي غادي يوقع له. بدا كيخرج مع البنت بلا ما يسول مزيان على العواقب ديال هاد الشيء. مشاو للسينما، البارك، حتى للدار ديالو مره ملي كيغيبوا الوالدين ديالو. هاد الخطوات كانت كلها صغيره بالنسبه ليه، ولكن في القانون كبيره وخطيره. الام ديال البنت شكت في تصرفات بنتها، لقاتها كتهضر في الليل مع رقم مجهول. تبعت الموضوع ديالها حتى عرفت الحقيقه. منين تاكدت ان البنت ديالها كتخرج مع شاب رشيد وهي مازال قصير، مشات مباشره وقدمت شكايه عند الشرطه. الشرطه داروا البحث ديالهم، لقاو رسائل صوتيه وصور ومحادثات كتثبت العلاقه. ومنين سمعوا اعتراف البنت انها كانت كتمشي لعندو، واعتبروا هذا الشيء استدراج واستغلال لقاصر، حتى لو ما كانش قصد يضرها. العواقب اخوتي من هذه القصه هي القصه ياسين انه تلقى واحد الصدمه ديال العمر ديالو، تهمه استدراج قاصر، واقامه علاقه غير شرعيه مع قاصر. المحكمه حكمت عليه بالحبس النافذ مع غرامه ماليه، والسمعه ديالو في الحي والعائله تشوهت. نهار الجلسه المحكمه عامره بالناس. ياسين كان لابس واحد جلابه بيضاء بسيطه، ووجهه شاحب وعينيه عامرين بالدموع. دخل وهو مكبل وكيشوف الناس كيتسناو يسمعوا القصه بحال شي فيلم. الام ديالو جالسه في الصف الاول، فيها على راسها ودموعها كيسيلوا. الاب غير ساكت وكيشوف في الارض. كوم ما قدرش يرفع عينيه. القاضي بدا يسولو،
عندك 22 عام. واش كنتي عارف أن البنت عمرها أقل من 18 سنة؟ ياسين بواحد الصوت كيجاوب أنه مدمر. سيدي القاضي، هي قالت لي عمرها 19 عام، وأنا تيقتها، ما عرفتش الحقيقة حتى فات الفوت. والقاضي زاد سولو بقوة: ولكن رغم ذلك مشيتي معها وخرجتي معها وسمحتي ليها تدخل لداركم. هادشي كله المسؤولية ديالك ماشي ديالها. هي قاصر وانت راشد، خصك تعرف حدودك. المحامي ديالو حاول يدافع عليه وكيقول أن ياسين ما استغلاش، وأن العلاقة كانت بريئة وبالرضا ديالهم بجوج. ولكن القانون واضح: أي علاقة مع قاصر كتعتبر جريمة. وهنا كينطق القاضي بالحكم: حبس نافذ أنا. تما انهارت الأم بالبكاء، وصوتها كيتسمع في القاعة كاملة: ولدي ولدي ضاع. ياسين حنا راسو، حس الدنيا تسدت في وجهه، تفكر المستقبل ديالو والأحلام ديالو والأخطاء اللي دار بدافع الاندفاع والطيش. وهنا خوتي كنكونوا تسالينا القصة ديالنا. وشنو المستفاد اخوتي من هاد القصة؟ هذه قصة ماشي غير شاب طاح في الغلط، ولكن هذه درس كيوصل لكل واحد: الطيش والاندفاع ما كيخلوش مجال للتراجع. القانون صارم، ما كاينش عذر في هاد القضايا. الحب الحقيقي ما كيكونش مع قاصر. الحب الحقيقي كيجي مع الوقت المناسب ومع المسؤولية. ونتمنى هذا الفيديو يكون فادكم، وشكرا بزاف على المتابعة. وما تنساوش تخليونا الآراء ديالكم في التعليقات، وكنشكركم بزاف. وفي قصة إن شاء الله جديدة، ودوزو بخير.